طبعا انا الحاجه اللي ما فهمتش، قالوا لي غادي تقدم هذا الفيلم هذا وقالوا لي راه فيلم عائلي، قلت لهم شكون فيه؟ ديري المدام كيفاش معايا بحال هكا؟ راه جو كنت مونطال سي بغا ما كنبغيهاش. بغيت تزوج بها؟ ما نتزوج بيهاش. حتى خاطرك. الشيف تحيات عملنا ما هبطوش بقى سيسمي حتى حاجه. وانا كازاغيرا فيلم اللي دار ضجه كبيره في السينما ولقى نجاح كبير، خصوصا من الممثلين اللي مثلوا فيه مشهورين بزاف. وشنو البلان اللي وقع ما بين الياس المالكي ورشيد العلالي؟ واش وقع بيناتهم مشكله ولا دايرين داكشي غير برومو باش يشهروا الفيلم ديال كازاغيرا ويدير الجدل في السينما المغربيه؟ البارح انتشر واحد الفيديو ديال الياس كينزل من المنصه ومشى بحالو بسبب التقديم اللي قال رشيد الشو، واللي كان هو اللي غيبريزونتي الفيلم في السينما. الهضره اللي قال: عيطوا لي باش نقدم فيلم عائلي، ولكن هو ماشي عائلي. بغيت الله على الياس، تقلق الياس وما عجبوش البلان وهبط بحالو، واخا يكون برو مقود طيح بيه قدام الجمهور والممثلين اللي حاضرين. بغى يقصد ان الفيلم ديال الياس غيكون فيه لقطات اللي ماشي عاديين وما يقدروش يتفرجوا فيه لا فامي. اي واحد تحط في هاد السيتوياسيون غادي يتقلق ويحس براسو طيح بيه، حيت الياس المالكي عجمي الحال يوتيوبرز ومقاتل مع الوقت وكيصور فيديوهات ولايفات وكيدير ستريم وقدر يوصل للسينما المغربيه. الوحيد اللي كيتحمل المسؤوليه ويدوي هو المخرج، حتى واحد ما عنده الحق باش يدوي على جلديه. المخرج شاف فيه واحد الشوفه واحد الكاركتير واحد البيرسوناج في داك الشيء، علاش عيط عليه وبصحته يستاهل. ابدا ما نقدرش نعيط عليه. علاش؟ حيت علاش غنعيط عليه؟ شنو كيدير؟ دير البوز ها؟ ولا تخدم انك تكون داير البوز. لا انا ما متفقش نهائيا، زعما ما متفقش. ماشي تنقول بانه واحد الشخصيه كيدير شي حاجه في الانترنت غادي نعيط عليه. انا ما يمكنش، عندي ضيوف دو كاليبر اللي دازو